دي إليسا، مزة السنين الطويلة، الفتاة اللي ياما غنت مع شباب وسيمين وعقدتنا، اتخطبت لكائن البطاطا اللي جنبها ده، بعيدا عن ان هو نافخ شفايفه وحالق شعره ووسطه احلى من وسطها، بس ما علينا. وده خطيب إليسا وهو بياكل ضارب سلوبيتا وقاعد كده، حاجات غير لطيفة. لبسه كله بيحتوي على تقطيع من كل حتة، يعني ربنا ستره من كده وفتحه من كده. ده خطيب إليسا برضو اللي كل ستايل لبسه جيبات وبوتات، تحس ان هو فاضل له طرحه ويتحجب. البوت بتاعه اقسم بالله ما اعرف اجيبه، اقسم بالله البوت بتاعه ده انا لو لبسته حاسس ان انا كائن فضائي. بلوزته وشياكة بلوزته وجمال بلوزته ضارب الحته الكت. ده برضه خطيب إليسا وهو في جنوب افريقيا بيصور في غابه ولا ما تفهموش ده ايه. ده خطيب إليسا اللي هو انا لابس ومش لابس ومش قادر اقلع تقريبا يعني. يحتوي ستايل خطيب إليسا على اشياء مميزه، اللي هي يعني شفاف، شيفونات. الاخ خطيب إليسا اللي هي صبرت بعد كل ده عشان تتجوز، ده ظهر في صورة ما اللي هي الصورة دي، لابس بنطلون جينز ولابس تحت البنطلون جينز احدى اهم مجموعات اللانجري العالمية، اللي هي في الصورة دي. ده كان مجموعة من احدى اهم مجموعات اللانجري في كوكب الارض، والاخ حب يستفيد بالبوكسر ولبسه تحت البنطلون. تمام. دي وقفة حبيب إليسا الجديد، واقف وقفة انا نفسي ما اقدرش اقفها، يعني وضعي كأنثى ما يسمحليش ان انا اقفها، لانها وقفة واحدة في جامعة الدول مش اكتر يعني. شفتوا خطيب إليسا؟ طب شفتوا البوكسر ده؟ ده بوكسر شارلستون من احدث مجموعات شانل، يعني بيعتمد في ستايله ان هو يبقى قالع، يعني بيبقى الجاكيت والبوكسر بس، الحاجات الاشياء اللي في النص دي تقريبا هو نسيها، سايبها في حته ما تفهموش. هو ده يا إليسا يا اختي اللي فضلتي تعشمينا وتقولي لنا ده حبيبي، يعني بعد كده احب حد امور ووسيم ومس. مش معنى ان هو خطيبك يلبس لبسك يا إليسا، ده مش اسلوب، مش اسلوب خالص يا إليسا. طب ايه البوت الاحمر ده؟ انا راضيه ذمتك في راجل خلقه ربنا يلبس بوت احمر؟ يا اختي ايه اللي وقعك في ده؟ ده شكل رواد الفضاء والله، ده كائن فضائي ما يحسبش على البشريه باي شيء يا إليسا. حرام عليكي يا إليسا، مش قادره اصدق ان ده اللي كنت بتستخبي اوام في حضنه خالص يعني. مش كده؟ عقدتينا في الرجاله كلها منك لله انت وهو. مع تحيات كائن البطاطا خطيب إليسا. الصوره بقى دي مميزه جدا، الاقرب الى قلبي وقلب إليسا. ده حبيب إليسا وهو واقف بعد العصريه بيشرب شاي بالبيجامه الميكي ماوس في البلكونه، ويعني واخد راحته واخد راحته واخد راحته. أرجوك يا إليسا وتوقفي عن هذه المهزلة دي، حرام عليكي. أنا كرهتك وكرهت أواخر الشتاء وبتمناك وكل الكلام ده بعد ما طلعت